السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم بنات في فيديو جديد على قناتي. اليوم راح نفصلوا خيطوا كيف هذا القندورة وهذا الموديل تاع الشبكة اللي راهو داير حالة هذا العام. راح نفصلوا خيطوا مع بعضنا خطوة بخطوة. بسم الله، نبدأ على بركة الله. هنا أنا جبت القماش تاعي طبقته على 4 حطيت عرض الكتفين اللي هو 22 سنتيم، وعينت عرض الرقبة تاعي اللي هي 10 سنتيم. هبطت خط الطابق اللي هو هنا عندي 22 سنتيم، وعينت ارتفاع الصدر وارتفاع الخصر باش نرسم لابنس تاعي. نخليكم طريقة رسم اللباس في صندوق الوصف، راني درتها بالتفصيل والفيديو راهو على قناتي. هنا بعد ما رسمت لابنس تاعي نعين محيط الخصر ونزيد له 2 سنتيم تاع الخياطة، ونزيد نعين محيط الصدر ونزيد له 2 سنتيم تاع الخياطة، ونرسم حلة الإبط تاعي ونوصل نقطة محيط الصدر مع نقطة محيط الخصر. بعد من نقطة محيط الخصر رايحين نهبطوا حتى لنهاية القماش، حين نخرجوا حتى نخرجوا بخط حتى نهاية القماش باش تجينا القندورة ايفازي من تحت. ونجيب المقاس تاعي هنايا من قص القندورة، بعد بوصلت نرقد بعدها ورسمت القندورة تاعي فوق القماش، ورسمت الباطون فوق القماش. ديما نقص وما ننساش حق الخياطة، ديما نزيدو 2 سنتيم ولا 3 سنتيم حق الخياطة ونقصو اللاغوب تاعنا. ومن بعد نروحو نفصلو الرقبة تاعنا. هذه الرقبة تاع الأمام هنا تكون ديجا فصلتها وسجفتها، ولكن الزبونة قالتلي حبتها يعني يا مفتوحة أكتر وهابطة، حبتني نزيد لها في عرض الرقبة في العمق تاع الرقبة. هنا بعد ما حطيت لها الكولونت راح نعاود بالفتحة تاع الرقبة راح نديرها 12 سنتيم، والعمق تاعي راح نديرو 22 سنتيم بعد ما كان 20 سنتيم. وطبعا راح ندير الرقبة تاعي فهم سوتيان. راح نهبط من الكتف ب10 سنتيم ونرسم قوس من الكتف للنقطة هذيك، ومن بعد من النقطة هذيك حتى لنهاية الرقبة راح ندير قوس تاع لا فورم سوتيان باش تجي لاغوب فورم سوتيان. هنا كي نرسم الرقبة تاعي راح نجيب القالون ونقيسو عليها اسكو كي نركبو راح يجي قد الرقبة ولا يجي خارج عليها ولا داخل بزاف. انا لازم كي نرسم الرقبة اشاك فوا نقيسو نحطو القالون تاعنا هكا ونشوفو اسكو يجي كي نحطو بالشكل المائل هذا. انا جاني خارج، شوفوا كيفاش جاتني الخياطة خارج، ثم نقدر تشوفوا الكوا هذيك جات خارجة. راح نقربها شوية، نقرب النقطة التالية بين القوسين ونعاود نحط القالون تاعي ونشوف
ما زالت خارجة. قالوا جاي ما يلحقش للبون هاديك، نزيد نخرجو شوية، ندخلو عفوا، ندخل في القوس شوية ونزيد نعاود نسي نحط القانو تاعي تاع الشبكة بالشكل المائل هذا، ونشوف هنا جاني بيان. نوضح الرسم تاعي تاع الرقبة، فوالا هكا يجي بيان. انا داخل في لي بوان لي 3 بوان يجي قد ثم هنايا نقدر نقص اليز. من بعد وين يجي كاين حتى ديفو منو حنواجه حتى مشكلة. من بعد كي نجي نركب القانو تاعي على هادي لازم نسيو قبل. فوالا هذا كي نقصو الرقبة كي يجي الشكل تاعها. هذا هو الشكل تاع الرقبة تاعنا. نجيبو رقبة الظهر، نجيبو رقبة الظهر ونحطو عليها الرقبة الأمام اللي قصيناها، نعينو العرض والعمق تاع الرقبة ونوصلو بين النقطتين. هنا راح نديرها في، نديرها رقبة في، نوصل النقطتين ببعضها. فوالا هادي هي الرقبة تاع الخلف هكا تجي. هنا نجيب القماش باش تفصل لاماج تاعي، نطبقو على 4 باش نفصل ماماج كوربي عرض 16 سنتيم والطول راح نديرو 20 سنتيم. فوالا مش كوربي. من بعد نجي مين مقفول نطلع ب6 سنتيم ونوصل النقطتين ببعضهم. راح ندير فتحة في المنتصف تطلع ب7 سنتيم ونوصل النقطتين بعدهم ونقص بالمقص. اللي حابة تشوف طريقة بالتفصيل راح تلقى رابط هاد الفيديو في صندوق الوصف. نجيو لهدايا الخياطة، نخيطو لي بانس تاعنا. فوالا هادو هما لي بانس تاعنا. شوفك خرجو متحوفين. البنات راني درتلكم فيديو على طريقة خياطة لي بانس اللي راهي مبتدئة، تروح تشوف لا فيديو راح تولي تخيط لي بانس بكل سهولة. فوالا نجيب الرقبة تاعي تاع الأمام ونسجفها بالبي. هنا راح نسجف بالبي بالطريقة هذه اللي راك تشوفوا فيها في لا فيديو. سجف الرقبة تاعي تاع الأمام ونزيد نسجف تاع الخلف، ولي مانش تاني راح هنسجفهم ولكن راح نسجفهم من القماش. انا راح نخدم بيه من نفس القماش تاع القندورة ونسجف بيه لاماش والظهر. هنا نجيب الرقبة تاعي تاع الخلف ونركب فيها القالو تاعي تاع الشبكة، راح نفيكسيه باللي بانجل. ومن بعد هذا نركب عليه الخياطة، نجيبو نحطو هكا ونحكمو باللي بانجل باش كي نجي نخيط ما يهربليش، يجيني قد ومطفي فيني. فيكسيوه في الرقبة تاع الظهر ونزيد نجيب الرقبة تاع الأمام
ونحطه بالطريقة هذه ونفكسيه بالإبانجل. قبل ما تقصوا القالب تاع الشبكة هذا قيسوه قد ما يجي من الكتف حتى منتصف الرقبة، بعد قصوا فوالا تحطوه بالطريقة هذه. شوفوا مليح مع الفيديو يا البنات، ركزوا شوفوا الطريقة اللي حطيت بها القالب. حطيته بخط مستقيم مائل من الكتف حتى نقطة منتصف الرقبة. نحكمه طبعا بالإبانجل، وجيت نجيب لاماج تاعي ونخدم بنفس الطريقة، ندير قطعتين من القانون تاعي ونحطو بشكل مستقيم مائل من الجهة الأولى ومن الجهة التانية نفكسيه بالإبانجل ومن بعد نخيطوه. بعد ما فيكسينا القالو تاعنا في الرقبة تاع الأمام والرقبة تاع الخلف والديماج تاعنا فيكسيناها بالإبانجل، نجيو نخيطوهم فوالا، نخيطوهم بالطريقة هادي على برا، نجيو من الخلف ونخيطوهم بالطريقة هادي. بعد نحيو الإبانجل تاعنا فوالا. شوفوني ديماج كخرجو، شوفوا لي الرقبة، شوفوا ما شاء الله. هنا نجيب الرقبة الأمام ورقبة الخلف ونلصق الكتاف تاعهم ونزيدو نلصقو الجناب تاعهم ونجيبو لاموش ونركبوهم. آخر خطوة في الخياطة في قنطرة هادي نجيب اللاماج تاعي نعين المنتصف ونجيب منتصف تاع الكتف، نحط المنتصف مع المنتصف وندير الكشكشة تاعي باش يجيني اللاماج تاعي واقف وشوية بومبي. نديرلو كشكشة صغيرة هكا وخفيفة باش تجيني هاديك القبة باهي يجيني لاماج باهي. نكمل نحكم باقي لاماج مع الطبق تاعي تاع الكندورة ونخيطو، نجيب نخيطو شوفوا لاماج كيف خرجت، شوفوا لي لاماج خرج يهبل شوفوا كيفاه. فوالا شوفوا الكشكشة هاديك فدارت لي هاديك القبة، عطات لي هاديك اللمسة الجميلة لللاماج ما شاء الله. شوفوا كيفاه. فوالا البنات نكون وصلنا لافين تاع الفيديو. ما تنساوش ديروا لي جيم، تخليو ليكم تشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. ان شاء الله تكونوا استفدتوا وديتوا معلومات جديدة. وش رايكم في القندورة؟ وش رايكم في الموديل تاع اليوم؟ خلوا لي آراءكم في لي كومنتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.